كنت محرض رئيسي، محرض، ها شوف الكلمة بين قوسين قوية، ها، محرض رئيسي للاعبين القادسية والله كيتا وسومة، وبالذات سومة، ها، وفراس، في رفعة قيمة العقد. انتوا طالبوا نادي القادسية ان احنا هذا الموسم نبي زيادة العقد، وان كان هذا تحريض من فواز الحساوي بقصد عدم تعاقد نادي القادسية مع هؤلاء اللاعبين. مدى صحة هذا الكلام؟ لا والله، اي لا والله الكلام مو صحيح. لانه اثير ترى شوف اكو شيء انا سويته وما ذكرته، لكن والله العظيم واللي خلق هالنعمه، شفت عمر السومه انا دافع له من جيبي نص قيمته وما يدرون عن النادي القادسيه، وانا قلت لك اياها الحين، هذا دام انك قلت هالكلام هذا عشان اوريك ان انا دافع نص قيمه عمر السومه من حسابك الخاص في هذا الموسم. هذا الموسم عرفت انه هو كان طالب زياده، وهذا الشيء كان قلت له روح وقع مع القادسيه، وقال لي فواز انا بهالكثر، قلت له هاك هذه الباجي وخلي الباجي يتكفل لنا القادسيه. وهذا عمر السومه موجود، خليه يطلع الهواء يقول انا ما سويت الشيء هذا. لا ابيك تعيدها لي ثانيه هذه. اقول لك هذا عمر السومه موجود. اذا انا وحتى اكو بعد شخص كم طلب القادسيه منه؟ كم طلب وقع وياهم 250 وهو كان يبي زياده 300 ولا شيء. انا اعطيته من عندي ل $100,000 انا اعطيته اياها. لا كلامك يكفي يعني لما انت اليوم يعني احنا قاعدين هنا. لا اكيد يعني ابو عزيز كلامك يعني يكفي ولو اني لحظه اخوي احمد، شوف انا الحين جمال مبارك هو كلام الحين البين على ذاك اللي يدعي. جمال مبارك رفيجي، والله جمال ما يدري عن الموضوع هذا. زين محمد خليل يوميا عندي بالديوانيه ما يدري عن الموضوع هذا. زين بقول لك انا بس عشان ارد، ما نطلع النقطه هذه، عشان انا بس برد على كل شخص قال ان فواز الحساوي يحرض. انا لو احرض هذا الكلام، انا لو احرض كان اقول حق عمر السومه يا عمر اطلب منهم المبلغ اللي تبيه، وهذا اللي قيل. زين لا والله هذا اللي قيل ان انا دافع حق عمر الحين فواز الحساوي دافع 100,000 فرقيه العقد هذا الموسم من حسابه، ومجلس اداره نادي القادسيه ما يدري، ولا حد يدري بشكل سري. ولو ان عمر السومه رايح نادي غير نادي القادسيه والله ما ادفع له 100,000، بس عشان يعرفون ان انا نادي القادسيه لما الحين هذا اني انا نادي القادسيه ما الحين تربطني فيه. انت من صدقك انا اوقف ضد نادي القادسيه ولا اوقف ضد ناس انا اشتغلت وياها 15 سنه؟ كل من يرى الناس بعين طبعه وكل من يتربى باصله يا اخي.